الفن قد يبدو فن جديد لكنه فن أصيل واحنا عايزين نعرف عنه كتير. النهارده مع مدام عنايات. اهلا بحضرتك يا استاذه عنايات. احكي لنا ايه هي المكرميه وجت منين، وهل هي فن جديد زي ما الناس شايفه ولا لا هي حاجه من زمان قديمه الازل؟ هي من زمان قوي بس احنا طورنا فيها يعني مع الزمن اللي احنا عايشين فيه، في ديكورات بقى حاجات جديده ضفنا لها حاجات جديده والحمد لله. طب ايه اللي خلى حضرتك تبداي؟ الفكره كانت مستوحاه من ايه؟ انا كنت بادئه شغاله فيها وانا صغيره وانا في الدراسه، وجت بنتي ايه خلتني ابدا فيها من تاني من ربنا يبقى رجعت لك الشغف. رجعت لي الموضوع تاني ان انا اشتغل فيها. ربنا يبارك لك فيها يا رب. انا شايفه كمان في تطوير ان حضرتك عامله دي يعني كانها زي فازه او مكرميه ومنها رف. دي برضو بتبقى لها استخدام. انا ما خدتش بالي فعلا يا جماعه ده رف مكرميه. تسلم ايديكي. الله يخليك يا حبيبتي. اللي قدامي دي ايه يعني؟ ده برطمان واشتغلنا عليه خيط مكرميه، نوظفه كفازه، نوظفه كاي حاجه مقلمه او اي حاجه نحطها فيه. والورده دي ورده عاملاها ديكور برضك من الخيط المكرميه، تتحط على تسريحه، تتحط على رف، على اي حاجه، يعني بتدي منظر جمالي. تحفه. تسلم ايدك بجد. كلمينا برضو. انا شايفه هنا في مرايات من المكرميه، وفي ايه ده بقى اللي قدامي ده؟ ورق الشجر على جذع شجر بنعمل الخيوط خيط مكرميه. بنسرحه وبنعمله ورق شجر ونحطه على الجذع، بيدي منظر جمالي برضو بديكور. في ناس بتحب الالوانات تدخلها يعني على الفرش بتاعهم، بنحب نعمل لهم الوانات دي. في كميه تنوع في الالوان حلوه قوي. يعني بنعمل ورق الشجر كالوان برضو تمشي مع عفش البيت مع الديكور بتاع البيت، يعني بنوظفه لكذا حاله خيط المكرميه. تسلم ايديكي. وايه اللي قدامنا دي بقى؟ دي برضو مرايه بالستاره بتاعتها بالرف بتاعها. يعني ستاره مرايه. ورق الشجر برضو بس داخله شغل من جوه. في ناس بتطلب ده وفي ناس بتطلب ده، يعني كله حسب الزبون يعني. تسلم ايدك بجد. الله. دي كوشن حبيبتي برضو استخدمنا فيه خيط المكرميه كديكور برضو في البيت. هوريكم يا جماعه كل الاشكال. ده كوشن بغرزه ابره النقاش. تسلم ايدك. هي المكرميه عباره عن غرز مربعه ماشي، وبشتغل انا فيها بالاشكال على ايدي بقى. حضرتك بتبدعي فيهم بقى بطريقتك الخاصه. ايوه حبيبتي. تسلم ايديكي. وانا شايفه في مرجحه انا كمان يعني ما شاء الله. دي المرجحه الكبيره واللي على الارض اللي هي الوسط. في وسط. طيب دي المرجحه الوسط متينه طيب ولا ايه؟ ايه؟ بتشيل 100 كيلو. انا بقعد عليها بعد ما بخلصها لازم انا اجربها. ربنا يديك الصحه يا رب. لازم انا اجربها الاول. تسلم ايديكي. نشكر حضرتك. بشكر حضرتك جدا. شكرا.